ثلاث غيابات بارزة في تدريب المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة مصر. ثلاث غيابات بارزة في تدريب المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة مصر. شهدت الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني الأولمبي استعدادا لمواجهة المنتخب المصري يوم السبت المقبل غياب 3 لاعبين بارزين بسبب الإجهاد والإصابات. وقرر عصام الشرعي مدرب المنتخب الأولمبي راحة كل من القائد عبد الصمد الزلزولي بعد شعوره بالعياء عقب مباراة مالي الأخيرة برسم نصف نهائي كأس إفريقيا، كما قرر إراحة إسماعيل سيباري من أجل استعادة جاهزيته بعد الإصابة الخفيفة التي تعرض لها في نفس المباراة. في المقابل غاب حمزة إجمان عن الحصة التدريبية بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة مالي، وذلك بعد دخوله كبديل بدقائق قليلة تاركا مكانه لزميله الوزاني. ومن المرجح أن يغيب إجمان عن مباراة النهائي في انتظار الحسم في وضعيته الصحية بإجراء المزيد من الفحوصات الطبية بمركز محمد السادس لكرة القدم. جادر بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة سيواجه المنتخب المصري يوم السبت المقبل بداية من الساعة 9 مساء على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله برباط برسم نهائي كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة.